السلام عليكم ورحمة الله. كتير بنسمع تعبير هبوط حاد في الدورة الدموية. ده فلان الفلاني راح الصبح كان نايم كويس وفي أمان الله، بيصحوا الصبح ما صحيش، توفاه الله، بعد الشر عليكم جميعا من موت الفجائي. تبقى قاعد مع حد وبعدين يقول لك أنا مصدع قوي، أنا مصدع تعبان ومهمد، فيقعد وبعد كده يروح واقع مرة واحدة، فأنت تعتقد إنه عنده مثلا سكر، فتبتدي تفكر وتسأل طب لا يكون عنده مثلا سكر، ضغط، مش عارف ايه. الحقيقة ما بيبقاش حاجة من الحاجات دي، بقدر ما بيكون حاجة بسيطة خالص، واحنا للأسف مش في ثقافتنا العربية خالص والأفريقية مسألة شرب المية، الاهتمام بشرب المية. تخيل ان الحاجات الفظيعة اللي انا بقولها لحضرتك ديت، وان الجلطات الجسيمة التي قد تصيب الجهاز الدوري والقلب والجهاز الدوري circulation، يعني بيكون سببها الأساسي نقص شرب الماء. وأوضح لك الحكاية دي، أشرحها لحضرتك بشكل بسيط. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق في جسم الإنسان تقريبا 5 لتر، تقريبا 5 لتر من الدم. تكوينهم نسبة كبيرة منهم مية، مش خلايا بس، مش خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح دموية وما شابه، لا، التكوين الأساسي مية سائل. وجسم الإنسان تقريبا كله، في كل خلاياه 70% منها مية. فلك أن تتخيل لما تنقص المية في جسم الإنسان يحصل إيه؟ يحصل لزوجة شديدة، يبقى الدم بتاع الإنسان ده لزج، بدل ما هو سائل كده وجميل زي ما تكون عامل حضرتك عصير ومخففه فتشربه بسهولة، يتحرك بسهولة، هتمشيه في تيوب مثلا، في شاليمو مثلا، فبتاخده في الشاليمو كده بسهولة. لا، ده بقى يطلع في الشاليمو ده لزج جدا فما انتش قادر تسحبه. نفس الفكرة البسيطة دي هي فكرة سريان الدم في الأوعية الدموية، في التيوبس كده والأنابيب بتاعة الأوعية الدموية. فلما يكون لزج ما يتحركش بسهولة، فيعمل إيه؟ يعمل حمل شديد على القلب، يجي القلب يضخ، لا حاجة لزجة كده، متخيل حاجة لزجة كده، عجينة كده، عمال إيه يضخ القلب فيها، مش عارف يضخها، فيتعب. الكليتين وهم بينقوا من السموم مش قادرين، السائل لزج. بتيجي بقى منين الجلطات دي؟ الجلطات نتيجة للزوجة الدم، وخاصة أثناء النوم. لما قلت لك في أول الفيديو يصحوه، ما صحيش، توفى إلى رحمة الله. والراجل ده ما بيعانيش من حاجة خالص، يعني لا هو عنده ضغط ولا سكر ولا أمراض مزمنة ولا جلطات سابقة ولا أي حاجة، ونايم كويس وسعيد ومبسوط ومش زعلان ولا أي حاجة. بيصحوا الصبح ما صحيش. السبب إيه؟ نقص السوائل في جسم الإنسان، نقص شرب المية. أنا مش بعمل الفيديو ده علشان أخوفك، لا، ده أنا بعمل الفيديو ده عشان أقول لك إن جسم الإنسان محتاج 8 كوبايات مية، من 2 ل 3 لتر مية. حاجة بسيطة اهي وسهلة، حاجة ببلاش كده، لا فلوس ولا دواء ولا حاجة خالص، دي مية بتاعت ربنا.